ليه برنامج عفيفي عامل مشاكل كبيره جدا عند اخواننا الاهلاويه من ساعه ما اتذاعت اول حلقه، خصوصا بعد المقدمه الناريه اللي قالها احمد عفيفي في حلقته الاولى وفي اول ظهور ليه على قناه الزمالك، لدرجه ان النهارده لقيت مقال كبير جدا طويل عريض مليان نقط وبنود. النقط والبنود دي طبعا ردا على المفروض يعني ان هي ردا على عفيفي، كلها افتراءات وكلها يعني تعالوا كده نشوف. ده زملكاوي في الثالثه يمين وانا محمد خميس. نشوف بعد الانترو. اولا وقبل اي حاجه ببالغ الاسى والحزن ننعي المستشار احمد البكري الذي وفاته المنيه امس متاثرا بمرض كورونا، رحمه الله رحمه واسعه وادخله فسيح جناته وجعل مرضه في ميزان حسناته ان شاء الله رب العالمين باذن الله. النهارده يا جماعه لقيت مقال طويل عريض، هو المفروض ان هو بوست على فيسبوك، بس لقيت يعني بوست مش مجرد بوست، هو مقال فعلا طويل عريض مليان نقط وبنود كلها افتراء بمنتهى يعني في بوينت انا اتفق معاهم جزئيا فيها، بس الباقي كله يعني تعالوا كده نشوف. الاول انا لما بقول ان يعني المقال عامل مشاكل لاخواننا الاهلاويه، هو فعلا عامل مشاكل، والمشاكل ديت هي كلمه محترمه انا بقولها بتنم عن شخصيتي وعن بيئه واخلاق الزملكاويه ودماغهم وفكرهم ورقيهم، لان يعني الموضوع دوت لو اخواننا كانوا بيتكلموا علينا كانوا هيقعدوا يقولوا برنامج عامل حرقان ومش عامل حرقان، وانا نفسي اعرف ايه مصطلح الحرقان اللي بقى طالع جديد دوت، وفلان يسمي نفسه فلان الحراق. هنتكلم عن الموضوع دوت في السكه. اول حاجه كاتبين يعني معلش يا عفيفي عايز اوضح لك حاجه بمناسبه كلامك عن انجلترا، وصراحه ربنا هي مش حاجه، هي كانت حاجات بمناسبه كلام عفيفي عن انجلترا والانتظام والالتزام في الدوري الانجليزي. طبعا احنا شفنا عفيفي لما قال في انجلترا مفيش رئيس نادي يقول مش لاعب، فيجي اتحاد الكوره يفضل يتحايل عليه ويقول له طب عشان خاطري تلعب، وفي الاخر لما يصمم تتاجل له الجوله كلها والكلام دوت. فهو بيقول معلش يا عفيفي عايز اوضح لك حاجه بمناسبه كلامك عن انجلترا. اولا مفيش فريق بيعيط وما يروحش ماتش مهم ويبعت عيال تدخل الحمام والاتوبيس يعطل. طيب اوكي يا سيدي، انا معاك جزئيا في البوينت دي، بس برضه هقول لحضرتك حاجه. يعني انت برضه لما جم يكلموا كابتن رضا عبد العال قال لك ده ردا عن الحركه اللي حصلت في المستشار مرتضى منصور قبليها، وان الخطيب برضه صمم على قراره، واللي الخطيب صمم عليه يعني اتحاد الكوره عمله له، واتحاد الكوره لما ما بيلاقيش فرصه ان هو يفلفص ان هو سمع كلام الاهلي او جام الاهلي بيبتدي يتحجج يقول لك لا ده احنا جالنا جواب من الامن ان احنا ناجل الماتش. وصراحه ربنا عمرهم ما طلعوا لنا الجواب ده ولا وروه لنا، مع ان المفروض الحاجات دي تتعرض يعني على الراي العام عادي جدا ما دام انتوا اجلتوا توروه لنا. ولكن ستيل الموضوع بيني وبينك بمنتهى الامانه كان غلط، ولكن على قد ما هو كان غلط عايز اقول لحضرتك انا نفسي اعرف انت ليه ماسك في البوينت دي لحد دلوقتي، لان حضرتك يعني انتوا شفتوا يا جماعه مرتضى منصور ساعتها طلع قال مش هيقدر اتحاد الكوره يخصم منا الثلاث نقط ومش عارف ايه الكلام الفارغ ده كله. اديك شفت حضرتك خدت 3 نقط وانت واقف ما عملتش حاجه. ثانيا احنا اتخصم مننا نقط، فيعني انا نفسي اعرف يعني انت خدت 3 نقط وانا اتخصم مني 3 نقط، مع اني يا سيدي مش هقول لك لو كنت كسبتك، لو كنا تعادلنا مع بعض كان الموضوع بقى اهون بكتير، كان الموضوع ان انت هتاخد نقطه وانا هاخد نقطه تمام، والموضوع يبقى يعني متساوي، بدل ما حضرتك تاخد 3 وانا يتخصم مني 3 ان الماتش ده واقف عليا ب6 نقط في فرق المنافسه بيني وبين حضرتك. فيعني انت يعني لا مش المفروض انك تفضل لحد دلوقتي تتكلم في الموضوع دوت، لان ما جاش عليك في حاجه الصراحه، ما جاش عليك في حاجه، الموضوع ما جاش عليك في حاجه. تاني حاجه بيقول لك في انجلترا ما فيش فريق بيصاحب امهات جمهور فريقه، وهنا بدات قله الادب اللي انا فعلا ما اقدرش اقول عليها غير قله ادب وسفاله. اوكي، اولا مرتضى منصور لما طلع قال المصطلح دوت على واحد بعينه، والواحد دوت مش من جمهور فريقه ولا بتاع، ويعني احنا بنقول غلط، وقلنا ساعتها ان نرفض الاساءة لاي انسان مهما كان. واقول لكم تاني يا جماعة احنا بنحب المستشار مرتضى منصور لما
لما انجزوا من انجازات لنادي الزمالك. عمل فريق كرة قوي، عمل بنايات ضخمة، عمل حاجات كويسة جدا لنادي الزمالك، ولكن طول عمرنا بنرفض الاساءة ايا كانت من اي شخص لاي شخص، حتى لو الاساءة ديت كانت من مرتضى منصور لحد من جمهور الغريم التقليدي. احنا بنرفض الاساءة من اي شخص ولاي شخص. اوكي ف يعني مرتضى منصور ما صاحبش امهات جمهور فريقه. انت كده حضرتك عشان ترد على حاجه ما عجبتكش غلطت في امهات جمهور الزمالك بالكامل. يا بيه اللي بتكتب ركز، حضرتك بتكتب كلام ممكن يقراه بعض الناس ويشيروه كده، الكلام دوت ممكن يزود الاحتقان، وممكن يعني الكلام ده بمنتهى الامانه ما هو الا قله ادب. نرفض الاساءه للامهات. الام ربنا سبحانه وتعالى كرمها من فوق 7 سماوات. نرفض الاساءه للامهات ايا كانت امهات مين، مش امهاتنا احنا بس، كل الامهات الاساءه مرفوضه. ولكن الموضوع ده صراحه ربنا مش جديد. يعني انت لما بتتكلم عن شخص انت كنت بتكرهه وبتقول عليه بيشتم وسباب ولعان، طب حضرتك كده مش سباب ولعان؟ وصراحة ربنا الموضوع دوت مش أول مرة يتكرر من جمهور الأهلي، الموضوع دوت اتكرر من جمهور الأهلي تجاه شيكابالا أكتر من مرة، وكانوا بيقعدوا في المدرجات يشتموا والدته المتوفاة. كانوا بيقعدوا في المدرجات يشتموا والدته المتوفاة. ولنا هنا وقفة مع شيكابالا بالذات، لأن شيكابالا بالذات يا جماعة، شيكابالا بالذات لو تحاولوا تفتكروا هتلاقوا إن بعد مذبحة بورسعيد أول المتبرعين لأهالي الضحايا من جمهور الأهلي كان شيكابالا، وأكتر واحد اتبرع بمبلغ أكتر من المبالغ اللي اتبرع بيها نجوم الأهلي نفسهم كلهم. وساعتها لو تفتكروا قناة الأهلي كان فيها الراجل الإعلامي المحترم ياسر أيوب اللي ساعتها استضاف شيكابالا وقال له جمهور الاهلي بيقدم لك رساله اعتذار. ولو حضراتكم شفتوا ساعتها هو بيقول له جمهور الاهلي بيقدم لك رساله شكر ورساله اعتذار، رساله شكر على تبرعك الساخي. ورد عليه شيكابالا قال له الموضوع دوت مش حابب اتكلم فيه اصلا. قال له ورساله اعتذار بيقول لك احنا اسفين يا شيكابالا. شيكابالا كان رد عليهم بكلمه واحده، قال لهم يا جماعه ما فيش مشكله انتوا زي اخواتي. طب لما الراجل يقول لكم انتوا زي اخواتي وبعد كده الدوري يتوقف واول ما الدوري الجديد يرجع في اول مناسبه الاهلي والزمالك يقابلوا فيها بعض تقعدوا تشتموه تاني؟ عايزين شيكابالا يفضل يتشتم باهله ويتشتم في عرضه ويتشكك في نسب ابنه والكلام الفارغ ده كله، وبعد كده يقول لكم جزمتكم على راسي يا جماعه؟ ما هو الموضوع ده برضه غريب جدا. يعني ما هو اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. وبعدين حضرتك دلوقتي بتغلط في الامهات كلها. انا واحد معلش قاعد بقرا، ذنبي ايه ان حضرتك في كلام معين مش عاجبك؟ اي بني ادم قاعد بيقرا ذنبه ايه ان في كلام معين مش عاجب حضرتك؟ غير كده وكده يعني اقول لك ايه؟ انت عارف انت غلطت في ايه؟ انت غلطت مش انك يعني وجهت كلمة بايخة بس، لا ده انت حضرتك بتوجه رسالة عن لسان حد معين، والحد ده انت كنت بتتهمه ان هو شتام وسباب ولعان، وعشان كده حضرتك كنت بتكرهه. ان انت كنت بتكرهه عشان كده، مش عشان كان مخلي الزمالك قوي في عهده، عشان كده وهنقول اوكي عشان كده. وحضرتك بتردد الكلام وبتتوهم انه قال الكلام دوت لجمهور الزمالك كله وبتردده على هذا الاساس، فبتوجه الاساءة لامهات جمهور الزمالك كله. حضرتك احنا يعني انت بتقول عماد متعب اتشتم. عماد متعب اتشتم ايه مره؟ احنا اللي كل ما نشوف لعيب من جمهور الخصم نشتمه. مش احنا اللي لبسنا كلب اسود تيشيرت الزمالك وقلنا عليه شيكابالا. مش احنا اللي انتهكنا حرمات اموات وحرمات مقابر ودخلنا مقابر انتهكنا حرمتها في عز الليل لمجرد اننا نهزر ونشتم بني ادم ونسيء اليه؟ اتقوا الله، ارتقوا يا اخي اللي بتتكلم الكلام ده حضرتك ارتقي. كان الاولى انك تطلع تشجب وتندد فعل جمهور النادي الاهلي اللي عمل كده في حق شيكابالا. تطلع تندد وتشتم وتعترض على جمهور النادي الاهلي اللي شتم شيكابالا كل مره في كل مناسبه. عايزين ايه؟ عايزين تفضلوا تشتموه سنين وما يردش عليكم؟ وترجعوا بعد كده تقول اصل وجه لنا اشارات بذيئه واساءات ومش عارف ايه. شوف حضرتك كنت عامل فيه بقالك كام ساعه من اول ما رحت الاستاد. فدي تاني حاجه صراحه ربنا انا شايف ان اللي كتب المقال دوت مدين باعتذار لجمهور الزمالك كله.
بيقول لك لو في رئيس طلع حرامي، رئيس نادي طلع حرامي وتاجر عمله، بيتحاكم ويتحاسب ويتحبس، مش يطلعوا مطبلاتيه يطبلوا له في القنوات. طيب اقول لحضرتك حاجه، هل انت بتقول دلوقتي ان رئيس النادي طلع حرامي وتاجر عمله والمفروض يتحاكم ويتحاسب ويتحبس، هل حضرتك ادرى من الناس المنوطين بمحاسبته ومحاكمته وحبسه؟ وهل هو لو يستحق يتحاكم ويتحاسب ويتحبس، هل الناس او السلطات المنوطه بده هتسيبه حضرتك؟ ليه يعني؟ وازاي حضرتك تقول كده؟ ازاي حضرتك تقول كده؟ يا باشا احنا في دولة قانون ودولة مؤسسات، مفيش حد بيعمل جرائم زي دي ويفلت من العقاب. حضرتك ده كلام عيب وغلط انه يتقال، ده اولا. ثانيا وده الاهم يا سيدي الفاضل والكريم، حضرتك هل عندك سند او دليل واحد على ان مرتضى منصور حرامي او تاجر عمله؟ مش عارف. وايه موضوع تاجر عمله ده؟ جديده دي يعني، جديده دي انا مش عارف انت جايبها منين الصراحه. تمام. بيقول لك ما شفناش فريق كان هداف فريقه مدافع من كتر احتساب ضربات جزاء ليه. اولا ليه ما شفتش فريق الهداف بتاعه مدافع؟ ليه؟ يعني ايه المانع ان فريق يبقى الهداف بتاعه مدافع؟ حضرتك وانت بتقول من كتر احتساب ضربات جزاء ليه، لو هنقول محمود علاء حاطط اهداف من كتر احتساب ضربات جزاء ليه، فهو اولا هو متخصص ضربات الجزاء، فلو متخصص ضربات الجزاء ده مدافع، هنيئا عليه يا سيدي، هنيئا ليه. هو متخصص ضربات الجزاء، مش بقى من كتر احتساب ضربات جزاء، لا ده لان مفيش حد بينفذ ضربات الجزاء في الزمالك غيره. ثانيا محمود علاء ما حطش كل اهدافه من ضربات جزاء يا راجل يا اللي بتفهم يا محترم. محمود علاء في اهداف كتير كان حاططها براسه من كورنرات. محمود علاء يا باشا في ماتش طلائع الجيش السنه اللي فاتت حاط هاتريك، الهاتريك كلها من كرات عرضيه ومن كورنرات. لو تفتكروا 2 بالهيد وواحده متابعه برجل جوه الجون. يا جماعه الكلام دوت كلام خالي من المنطق. تمام. وجا بعد كده بيقول لك ولما الفار جه وكشفهم راحوا مشككين في الفار وفي المنظومه كلها عشان اللي كان عادي ما بقاش عادي. طيب اوكي احنا بنشكك في الفار؟ لا يا سيدي احنا ما بنشككش في الفار. وانا عشان كده محضر لحضرتك احصائيه كان الاستاذ خالد طلعت، والاستاذ خالد طلعت ده راجل من احسن الناس اللي بتعمل احصائيات كرويه في مصر، طلع على برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي من فتره، وهقول لحضرتك مين اللي استفاد من الفار وليه احنا يعني خلينا نتكلم. قال لك الاهلي قبل الفار والاهلي بعد الفار. الاهلي قبل الفار اتحسب له 6 ضربات جزاء. بعد الفار الاهلي قبل الفار ضربات الجزاء اللي له قبل الفار اتحسب له 6 وبعد الفار اتحسب له 6. هي طب تمام مفيش مشكله. طب ضربات الجزاء اللي عليه قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء، ولا ضربه جزاء. الموسم اللي فات ده اللي اتلعب فيه اللي دخل فيه الفار في الدور الثاني، قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء. بعد الفار اتحسب عليه 3 ضربات جزاء. فكده الفار فرق ان الاهلي بدأ يتحسب عليه ضربات جزاء. قال لك حالات الطرد، الاهلي قبل الفار حالة طرد واحدة اللي خدها، بعد الفار اتحسب عليه 4 حالات طرد. يعني كده الاهلي بعد الفار انضر الفار ما نفعهوش. يعني معنى كده ان الاهلي واضح المجاملة اللي كانت ليه قبل الفار. طب الزمالك هنبان دلوقتي برضو الزمالك كان بيتجامل قبل الفار ولا لا. الزمالك قبل الفار اتحسب له 5 ضربات جزاء، بعد الفار اتحسب له 6. فكده بعد الفار الزمالك ضربات الجزاء زادت واحده مش فرق كبير. طيب خلينا نتكلم في ضربات الجزاء اللي عليه. قبل الفار اتحسب عليه 3 ضربات جزاء، بعد الفار اتحسب عليه 2 جزاء، الفرق برضو واحده، هنقول فرق مش كبير. قبل الفار اتحسب عليه 3 حالات طرد، بعد الفار اتطرد منه حالة واحدة بس. فكده يبقى الزمالك بدأ بعد الفار يستفيد شوية، لان الفار بين الحاجات اللي كانت الحكام بتيجي على الزمالك فيها قبل كده، والاهلي بعد الفار في حاجات اللي كانت الحكام بتجامل فيها الاهلي ما بقتش تقدر تجامل قوي بعد الفار. خلاص. فكده بان مين المستفيد من الفار ومين اللي كان بيتجامل قبل الفار. تمام. خلينا بقى نتكلم في حاجة تانية. الاهلي قبل الفار والزمالك بعد الفار، الاثنين كل واحد فيهم لعب 16 مباراة قبل الفار. خلينا قبل الفار الاهلي لعب 16، الزمالك لعب 16. الاهلي فاز بال16، الزمالك فاز في 9 بس. الاهلي خد عدد النقط الكامل 100% من النقط اللي هم 48 نقطه، الزمالك خد 31 نقطه بس اللي هم 64% من عدد النقاط. طيب خلينا بقى الاهلي بعد الفار والزمالك بعد الفار. الاهلي والزمالك الاثنين لعبوا كل واحد منهم 18 مباراه بعد الفار.
الاثنين كل واحد منهم كسب 12. يعني الاهلي اللي كسب مباريات الدور الاول كلها في الدور الثاني في 6 ماتشات ما كسبهمش، زيه زي الزمالك. عدد النقط اللي الاهلي خده 41 نقطة، عدد النقط اللي الزمالك خده 40 نقطة، الفرق نقطة. وضحت؟ تمام. فمش عايزين نتكلم والنبي الله يخليكم في موضوع الفار والتحكيم ده تاني، عشان بمنتهى الامانة انتوا المفروض ان مالكوش عين تتكلموا عن الموضوع دوت. قال لك ما بنشوفش فريق مركز مع التاني اكتر ما هو مركز مع نفسه، ده في انجلترا يعني، ما بنشوفش فريق مركز مع التاني اكتر ما هو مركز مع نفسه. طيب يا سيدي الفاضل يا عم احنا مركزين، طيب وحضرتك انت بتتكلم ان احنا مركزين عشان قناة الزمالك وبرنامج خالد الغندور وبيتكلم عن الاهلي وبتاع، طب ما بيتكلم عن الاهلي من المجاملات يا سيدي، من المجاملات. وهنتكلم برضو في البند الجاي دوت، عشان تبقى البند الجاي فيه الموضوع بتاع نظرية المؤامرة. وبعدين برضو حضرتك لما تتابع قناه الاهلي هتلاقي البرنامج بتاع عدلي القيعي وابراهيم المنيسي ملك وكتابه ده. طب قناه الزمالك ما كملتش سنه مفتوحه، قناه الاهلي اللي بقى لها كام سنه، اكتر من 10 12 سنه. برنامج ملك وكتابه بتاع عدلي القيعي وابراهيم المنيسي، وقبليه البرنامج بتاع شادي محمد، وقبليه البرنامج بتاع اسلام الشاطر. يا راجل ده احنا في برنامج بتاع واد كده اسمه امير هشام، والله العظيم وحياه ربنا انا ما اعرف ده، يعني ده مالوش علاقه اصلا بالكوره. انت بتتريق على عفيفي، طب ما الاحسن ما تشوف مين ده. طب على الاقل عفيفي راجل ناجح ومحترم ومحلل قوي، لدرجه ان بعد كده السعوديه خدوه حلل الدوري بتاعهم في القنوات السعوديه، خدوه حلل الدوري السعودي. لكن معلش انا اسف يعني، مع احترامي للفاضل امير هشام، مين امير هشام؟ انا ما اعرفوش. بيطلع يتكلم يا راجل، ده طلع قال على مجدي عبد الغني اللي هو من رموز النادي الاهلي، قال لك الكابتن مجدي عبد الغني نجم المريخ البورسعيدي. احنا هنهزر؟ قال لك ما شفناش فريق مجهز مبررات فشلوا مسبقا، بين قوسين نظريه المؤامره. طب ما نظريه المؤامره ديت لما حضرتك حاططها بين قوسين، ما انتوا اللي مخترعينها. اقول لك انتوا مخترعينها ليه؟ حضراتكم بتتجاملوا كتير جدا، وحصل مناقشات في هذا الموضوع بشكل كبير جدا لايام وليالي وسنين طويله. حضرتك دلوقتي لما بتلاقي نفسك متجامل وبتتزنق في الكلام لان جمهور الزمالك للاسف بيفهم كوره، وحضرتك ما تعرفش عن الاهلي غير انه بيكسب، فبتتزنق. فلما تيجي تتزنق انتوا مظلومين، وتبتدي تصدر نظريه المؤامره دي بين قوسين كده طول الوقت، نظريه المؤامره نظريه المؤامره نظريه المؤامره. ليه؟ عشان يبقى عند حضرتك مبرر وقت ما اي حد زملكاوي يجي يتكلم امسك نظريه المؤامره. هتسكتنا انت من نظريه المؤامره؟ لا يا باشا، لا يا باشا، مش هنسكت بنظريه المؤامره. لا يا ابو لسان طويل. قال لك بدل ما يبحث ويشوف اسباب الاخفاق ويحاول يتفاداها فيما هو قادم، بدل الندب على القنوات. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه وبمنتهى الامانه، لما يبقى دايما الزمالك بينافس وكويس وزي الفل، ويجي مره واحده انت مرتضى منصور محاوط على اللعيبه واللعيبه تمام وبتاع، وتيجي حضرتك مره واحده تبص تلاقي اوكي خسرنا دوري ابطال افريقيا، كان ماتش كوره وقدر الله وما شاء فعل، ودي كوره اولا واخيرا. مش هنقول ساعتها اننا اتظلمنا وخسرنا لا، ده يبقى كلام فارغ، يبقى احنا كده عندنا نظريه مؤامره فعلا. احنا لعبنا ماتش ولعبنا ماتش كويس جدا وقوي جدا ولم نوفق. تمام. فين بقى هنا نظريه المؤامره؟ لو عندي نظريه مؤامره فعلا هبتدي اطلع اي قصه واي حاجه. لكن يا جماعه ما فيش زملكاوي بعد دوري ابطال افريقيا، وجد دي كانت البطوله الاهم في السنه، لو كان عندنا نظريه مؤامره فعلا كان الاولى انها تطلع بعد الماتش ده. لكن الحق حق ان يقال والحق حق ان يتبع، وجمهور الزمالك بيفهم كوره. يلا حضرتك بتكتب وانت مش فاهم انت بتكتب بتقول ايه اصلا. قال لك ما شفناش رئيس نادي بيطلع يحلف بالطلاق، ما هو لاعب، هو في الاخر بيطلع يلعب غصب عنه، بس في العموم ما بيحصلش غير من شخص غير سوي يخاطب عقليات اقل فهما ووعيا. طيب هنا كانت الشتيمه وقله الادب والسفاله تاني مره. قال لك ما شفناش رئيس نادي بيطلع يحلف بالطلاق، ما هو لاعب، معلش احنا شفنا كان مرتضى منصور. قال لك في الاخر بيطلع يلعب غصب عنه. طب انت كده رديت حضرتك على نفسك، في الاخر طلع لاعب غصب عنه. لكن الخطيب لما قال مش هلعب كان مش هلعب، يعني مش هلعب، وبعد كده طلع وهمونا قال لك لا هيلعب ومش هيلعب ومش عارف ايه ومفيش فريق، وبعد كده طلع قال لك لا اصل الجوله كلها اتاجلت. فهو انت ما عندكوش حد مضطر يطلع يحلف بالطلاق ولا يتخانق على القنوات ولا الكلام ده كله، لان انتوا عندكم اللي بتعوزوه بيحصل.
اللي بتعوزوه حضرتك بيحصل. هتطلعوا تتخانقوا على القنوات ليه؟ هو الاهلي محتاج ايه؟ الاهلي اللي بيعوزه من اتحاد الكوره بيتنفذ، اللي بيعوزه من اللجنه الاولمبيه بتتنفذ، اللي بيعوزه من الحكام بيتنفذ، اللي بيعوزه من الاعلام بيتنفذ. ولينا برضو عند الاعلام واقفه، وده لان الاعلام حضرتك مثلا انت دلوقتي بتقول ايه؟ انت دلوقتي جاي بتعيب على عفيفي، اللي هو عفيفي راجل في قناه الزمالك اللي هي قناه فئويه، قناه فئويه غير محايده، غير محايده طبعا. وغير محايده ليه؟ لانها في قناه الزمالك. ما ينفعش حضرتك تقول لي ان قناه الاهلي قناه محايده، ما ينفعش تقول لي ان لازم قناه الزمالك تبقى قناه محايده. دي قنوات فئويه بتخاطب جمهور نادي معين، قناتك بتخاطب جمهورك، وقناه الزمالك بتخاطب جمهور الزمالك. قناه الزمالك بتخاطب جمهور الزمالك. طب انت بتعيب على عفيفي اللي طالع في قناه بتاعه الزمالك بيتكلم لصالح الزمالك. طب ما الاولى انك تعيب على محمد فاروق اللي بيطلع طول الوقت يدافع للاهلي في برنامج البريمو اللي هو في قناه محايده، دي بقى المفروض يبقى محايد. طب ما تطلع تعيب على احمد شوبير اللي في اون تايم اللي على طول بيطلع يحامي للاهلي ويجيب جمهور الاهلي ويفخم في الاهلي ويعظم في الاهلي، ودايما بيجي على الزمالك، ودايما حاطط السم في العسل لجمهور الزمالك، ودايما ما تطلع تلوم على دول احسن ما تلوم على الراجل. يعني انا دلوقتي لما اجي هلوم على شوبير ولا هلوم على حد بيقدم برنامج في قناه الاهلي؟ مش منطقي ان الوم على حد بيدافع عن الاهلي في قناه الاهلي، لكن منطقي ان الوم على شوبير، منطقي ان الوم على محمد فاروق. حضرتك بتلوم على عفيفي ليه بقى؟ نفسي افهم. تمام، فحضرتك ما عندكش يعني ما عندكش حق في ده. بيقول لك هو في الاخر بيطلع يلعب غصب عنه. انا اديك انت هو قلت تمام، بس ده ما يحصلش غير من شخص غير سوي. فانت دلوقتي شتمت الراجل اللي انت كنت متهمه ان هو بيشتمك، وبتقول ان الموضوع ده سيء جدا، فانت طلعت اسوأ منه لانك انت ما عملتش حاجه غير انك شتمته. تمام، يخاطب عقليات اقل فهما ووعيا. العقليات دي اللي هي جمهور الزمالك، عقليات جمهور الزمالك اقل فهما ووعيا. مين حضرتك؟ مين انت اللي كاتب؟ ما انا عايز اشوف انت ايه فهمك ووعيك لما جمهور الزمالك فيهم احمد زويل وفيهم السير مجدي يعقوب، لما جمهور الزمالك فيهم محمد منير وعمرو دياب وهاني شاكر، لما جمهور الزمالك من ارقى العقليات ومن ارقى اصحاب الانجازات ومن ارقى الشخصيات العامه ومن ارقى المفكرين. مين حضرتك بقى يلي بتكتب عن جمهور الزمالك انه اقل فهما ووعيا؟ فدي تاني حاجه فيها قمه قله الادب والسفاله والوقاحه. وحضرتك مدين تاني باعتذار لكل جماهير نادي الزمالك بعد ما غلطت في امهاتهم وقلت عليهم انهم اقل فهما ووعيا. قال لك في انجلترا ما شفناش نادي بيشكك فيه. واحد، الاتحاد الانجليزي، لان الاتحاد الانجليزي اتحاد محترم واقف على مسافه واحده من كل الانديه، واقف على مسافه واحده من الكبير زي الصغير، واقف على مسافه واحده من الجميع. تاني حاجه قال لك في شركه الاهرام الانجليزيه. احنا بنشكك في شركه الاهرام حضرتك لان شركه الاهرام كانت هي اللي مسؤولة عن تمويل أندية الدوري المصري. شركة الأهرام اللي كانت مسؤولة في الوقت دوت عن تمويل أندية الدوري المصري كان نائب رئيس وكالة الأهرام للإعلان، كان نائب رئيسها الأستاذ حسن حمدي أو الكابتن حسن حمدي اللي كان ساعتها رئيس النادي الأهلي في نفس الوقت. أنا عايز أعرف إزاي المسؤول عن تمويل كل الأندية يبقى رئيس نادي من الانديه ده؟ طب ما طبيعي انه يفيد النادي بتاعه ويقويه على قد ما يقدر ويديه الحصه الاكبر ويقتطع من بقيه الانديه لاضعافهم ولتقويه ناديه هو فقط. وهقول لكم ازاي تاني. قال لك والحكام الانجليزيه، الحكام احنا بنشكك في الحكام، بنشكك في نزاهه الحكام. ده على اساس ان حضرتك نفسك ما بتشككش في نزاهه الحكام. مش هقول لك بقى الحكام اللي بيجاملوك وابراهيم نور الدين وجهاد جريشه وي 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 لا، انا هقول لحضرتك بس كفايه الحكام اللي حضرتك كنت بتلعب ضربات جزاء لسه من فتره ليست بالبعيده في نهائي كاس مصر، ولما اللاعب بتاعك ضيع الكوره جت في العارضه كان محمد مجدي قفشه تقريبا، قام جاي الحكم عامل كده، اتضايق قوي ان ضربه الجزاء ضاعت في ماتش هو بيحكم فيه. مش عارف. قال لك وفي الاتحاد الاوروبي عشان ما خلاهمش نادي القرن. طيب وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنشكك في الاتحاد الافريقي عشان ما خلاناش نادي القرن لان الموضوع اصلا من اوله مشبوه. الاتحاد الافريقي لما اداك نادي القرن كان اللي عامل
نظام النقاط كان اللي عامله السيد المهندس مصطفى مراد فهمي، اللي كان ساعتها سكرتير عام الاتحاد الافريقي، اللي هو اصلا كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي ومعروف باهلاويته الفظيعه. ده اولا. ثانيا ان هي ما كانتش لايحه لاحتساب النقاط لنادي القرن. ده كان موضوع كده معمول تصنيف شرفي سنه 94 لتصنيف بمناسبه مرور 30 سنه على انشاء بطولات افريقيا. يعني كان حاجه، الموضوع كله اصلا مشبوه في مشبوه. تمام. واتكلمنا في الموضوع ده مرارا وتكرارا، وانا نفسي اتكلمت في الموضوع ده مرارا وتكرارا. والمشكله بقى هنا حاجه تانية خالص. المشكله هنا انك انت في حاجه معلش انا نسيت اقولها في الاول، ان هم كانوا بيتكلموا عن بيقول لك ان ما شفناش فريق بينسب الالقاب لنفسه باليوفط مش بالبطولات. انا دوت كنت مأجله عشان اتكلم فيه في الحته دي. الفريق بيقول لك ما شفناش فريق في انجلترا بينسب لنفسه الالقاب باليوفط مش بالبطولات. طب يعني انت معترف ان هي بطولات؟ طب ما يبقى الزمالك بطل القرن العشرين، ما يبقى الزمالك بطل القرن العشرين. يعني انت اعترفت انها بطولات، انت بتقول ان احنا بننسب لنفسنا اللقب باليوفط مش بالبطولات. طب يعني هي بالبطولات؟ طب ما يبقى الزمالك بطل القرن العشرين لو هي بالبطولات. ما احنا واخدين بطولات اكتر من الاهلي، صح؟ ولا هي بقى بالنقط، ولا باللي يتقمص اكتر، ولا بايه، ولا باللي ليه سكرتير في الاتحاد الافريقي؟ هي لو بالبطولات انت كده بتدين نفسك حضرتك. تمام. قال لك الاتحاد الاوروبي اللي ما خلاهمش نادي القرن. طب الاتحاد الاوروبي يعني انت بتتكلم يعني كنايه عن لو في انجلترا الاتحاد الاوروبي ما خلاش فريق نادي القرن ما بيطلعش. اوكي، احنا خلينا بقى نتكلم عن الاتحاد الاوروبي. هو في اصلا نادي قرن في اوروبا؟ هتقول لي ريال مدريد. هقول لك حضرتك جاهل. ريال مدريد هو نادي القرن في العالم، ولما خدها ما خدهاش من الاتحاد الاوروبي، خدها من الاتحاد الدولي. ولما خدها لا خدها بقى ببطولات ولا بتصنيف ولا بنقط ولا بالكلام الفارغ ده، خدها بتصويت، والتصويت كان لقراء الفيفا مجازين. التصويت كان للمختصين والفنيين في العالم ولقراء الفيفا مجازين اصلا. فما فيش نادي قرن في اوروبا يا سعاده الجاهل يا اللي كتبت هذا المقال. فبالتالي يعني الموضوع بتاع نادي القرن دوت مشبوه. ولما قلنا هنرجع لموضوع وكالة الأهرام للإعلان، لأن ساعتها حضراتكم استوليتوا على لقب ليس لكم الحق فيه، والأستاذ حسن حمدي كان بصفته نائب وكيل وزارة نائب رئيس وكالة الأهرام للإعلان، خلى حضراتكم تاخدوا تمويل قد كده بلقب نادي القرن. ده اللي كان لقب تسويقي جدا، لدرجة انه كان بيدي حضراتكم 65 مليون جنيه والزمالك كان بياخد 4 مليون جنيه. شنو هذا يا قلبي؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ 65 ل 4 مليون جنيه. فباين كده ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله كلام يعني عته. قال لك بقى في الاخر، ودي كانت تالت إساءة وسفالة وقلة أدب، قال لك أكبر خطر على الزمالك هو جمهوره. لا، أحب أقول لحضرتك إن جمهور الزمالك أحسن من حضرتك وأحسن من كل اللي بيفكر بطريقة حضرتك. كل احترامنا لجمهور الأهلي المحترم، أما الجمهور اللي بيفكر بهذا الأسلوب هو جمهور يعني عايز أوصفه بإيه؟ يعني مش هعمل زيك وأتكلم كلام أنا يضايقني إني قلته، بس حضرتك اتكلمت كلام في منتهى قلة الأدب على الزمالك وجمهوره. وأظن إن الراجل اللي كاتب البوست دوت مدين بالاعتذار، وإن كل اللي شير البوست دوت مدين بالاعتذار لما فيه من إساءات. عايز أقول لحضرتك لو مختلف معايا تقدر تختلف معايا بالكورة وبالأخذ والعطاء والاحترام والنقاش، إنما إن حضرتك توجه لي داخل هذا النقاش 3 إساءات فده مرفوض جدا جدا جدا. شكرا جزيلا. اتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم. بالنسبة لاصدقائنا اللي ما اشتركوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة وتدعمونا بلايك وشير عشان نقدر نبقى موجودين معاكم دايما. مع السلامة.